اللي عايز اقوله ان فكره الثانويه العامه مش ان انت تخلص كم او عدد معين. فكره الثانويه العامه ان انت تكون جبت اخرك ده كان 3 كتب، فالمهم ان انت تجيبه. اخرك ده كان كتاب واحد، المهم ان انت تجيبه. مفيش تارجت معين لحاجه المفروض تخلص. مش بكثره المدرسين، مش بكثرة الكتب ولا الأسئلة اللي أنت حلتها، مش بالوقت اللي أنت خدته. في ناس بتقسم السنة على 2 وفي الآخر ما بتحصلش حاجة، وفي ناس بتاخدها من سنة واحدة وبتقدر تحصل، في ناس بتبدأ من شهر واحد واتنين وبتقدر تعمل اللي عمله غيره في سنتين. مع ذلك في ناس بتقسم السنة على 2 وبتطلع من أوائل الجمهورية. هي ملهاش قاعدة معينة، هي الفكرة بس إن أنت تجيب آخرك. الشيطان دايما هيلعب لعبته معاك، اللعبة اللي طول عمره بيلعبها دي، إن هو يقول لك عمر ما ربنا هيساويك باللي بادئ من اول السنه وانت جاي تبدا دلوقتي، عمرك ما هتوصل. دي لعبه قذره من العاب الشيطان، دايما لعبها معاك ولعبها معايا ولعبها مع كل الناس، وده الطبيعي. لكن صدقني الفكره ان انت تجيب اخرك دلوقتي وخلاص. انت لو قدامك 1000 خطوه، فالخطوه ال1000 هي وصولك للمجموع اللي انت عايزه. بس انت ما تقعدش تخطط للخطوه ال1000، انت خطط للخطوه اللي انت فيها دلوقتي. يعني خلينا نقول عندك هدفين. الهدف اللي تحت رجلك دلوقتي هو ان انا اخلص واجب الفيزياء، والهدف ال1000 ان انا اوصل لمجموع الثانويه العامه. صدقني تخلص ده هو اللي هيوصلك للي انت عايزه في الاخر. ده انا عامله تذكيرا ليا انا قبل ما يكون ليكو، لان انا في فتره الامتحانات دلوقتي. عايز اقوله ان انا عارف ان انت حتى لو ما قارنتش نفسك بغيرك فهتلاقي نفسك هي اللي بتقارن نفسها بغيرها. ده الطبيعي في الفتره دي من الثانويه العامه. ما تأثرش بالكلام ده وما تفكرش. زي ما قلت لك احنا مش زي بعض. غيرك ده ممكن يخلص 4 5 كتب، وغيرك التاني ممكن يخلص كتاب واحد بس. في قصة كده قصيرة كانت مأثرة فيها في فترة الثانوية العامة. كان ليا 2 في الدفعة الأكبر مني، اللي هي دفعة 21 تقريبا. الاتنين دول واحد فيهم كان من النوع اللي هو بيحل أي حاجة تيجي قدامه. يعني ما كانش في مادة تلاقيه مش حل فيها أقل من 3 4 5 كتب. بدل المدرس في المادة بيروح مدرسين، بدل المنصة بيروح منصتين. حرفيا انا كنت بفكر في حاجة واحدة بس، انت بتنام امتى؟ يعني ده كان السؤال الوحيد اللي انا نفسي افهمه. مفيش حاجة ما عملهاش. في نفس الدفعة كنت اعرف واحد تاني كان في المادة بيحل كتاب واحد بس، بيروح منصة واحدة بس. استنى، هو مش في كل المواد كان بيروح منصات اصلا، يعني مواد ومواد، والمواد اللي المادة اللي بيروح فيها منصة كان غالبا ما بياخدش فيها درس سنتر. طول السنة ما قلش عن نوم 8 ساعات الا في فترة الامتحانات. الشهرين اللي قبلهم طبعا قللوا الوقت ده. انت مستني ان انا اقول لك اللي كان بيروح دروس كتير وبيحل كتب كتير ده ما جابش مجموع والتاني جاب مجموع؟ لا، على فكره اللي كان بيحل كتير ده جاب 95 عادي جدا واللي ما كانش بيحل كتير ده جاب 97. الفكره ان هي ملهاش علاقه. الفكره ان انت تكون منظم وقتك، عارف انت بتعمل ايه، عندك خطه محدده. في الحالتين هتوصل، سواء انت مشيت كده او مشيت كده. اللي عايز اقوله ده مش غلط وده مش غلط، الاثنين صح. بس كدكتور صيدلي بقول لك ربنا يهون عليك الفتره دي، انا بجد عارف قد ايه هي صعبه.